محتارة ومش عارفة تعملي غدا ايه، زهقانة وملكيش مزاج تقفي في المطبخ كتير. تعالي اقولك ازاي تعملي اكلة سهلة وسريعة وطعمها حلو ومختلفة شوية عن وصفات الفراخ التقليدية اللي متعودين عليها. هنحتاج صدور فراخ متقطعين مكعبات بالشكل ده، وهنحط عليها التوابل اللي مكتوبة دي. كمية التوابل دي تكفي لتتبيل نص كيلو من الفراخ. لو هتعملوا كمية اكبر من الفراخ زودوا التوابل، ولو هتعملوا كمية اقل قللوا التوابل عشان في الاخر الطعم يطلع معاكم مظبوط. هحط عليهم كمان معلقتين كبار لبن ومعلقه كبيره زيت وهقلبهم مع بعض. هحط طاسه على النار واسيبها لحد ما تسخن. بعد كده هحط الفراخ وافضل اقلب فيها لحد ما تاخد اللون الحلو اللي انتم شايفينه ده. بعد كده هحط نص كوبايه ميه واغطي الطاسه واسيبها لحد ما تكمل سواها. دي صدور فراخ فمش هتاخد معاكم وقت خالص في التسويه. على ما تستوي هنحط في طبق صغير كده معلقه كبيره كاتشب ومعلقه كبيره صويا صوص، وهنعصر عليهم ليمونه. والليمونه دي بتدي مزازه خطيره. الناس اللي بتحب الحاجات المززه هتتبسط قوي بالوصفه دي، ولو ملكوش قوي في الحاجات المززه استغنوا عن الليمونه. هنقلبهم مع بعض، واول ما الفراخ تستوي هنروح نازلين بالصوص ده عليها، وهنقلبهم مع بعض على النار دقيقتين 3 بس لحد ما تلاقوا ان الصوص ده قوام وبيتقل شويه وكميته بتقل وبيوصل للشكل ده كده. اي حد بقى بيحب الاكل المزز لازم يجرب الوصفه دي، بجد مش هتبطلوا تعملوها من كتر ما هي حلوه. تقدروا بقى تاكلوا جنبها بطاطس بيوريه او تسلقوا شويه مكرونه كده وتقلبوهم مع الصوص ده، ممكن حتى شويه رز ابيض او رز بسمتي، يعني انتم وذوقكم زي ما تحبوا. ما تنسوش بقى اللايك والفولو، وبألف هنا وشفا على قلوبكم.